السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده بقى هنعمل صينيه ايكيا. في الفيديو اللي فات سالتوني على طريقتها. زي ما وعدتكم عملت لكم فيديو اهو ليها. خاماتها بسيطه جدا ومش مكلفه اطلاقا. هنجيب شريط كلف وعلبه صفيح زي كده، دي علبه شوكولاته. عندي منها كذا واحده، انا بحب احتفظ بيهم. هتلاقوا افكار كتيره جدا نازله على القناه عملتها بيها. تابعوني وان شاء الله هتستفيدوا. شايفين الكلفة مش ماسكة نفسها خالص على العلبة، برغم ان انا مختارة امتن حاجة، يعني دي الخامة دي امتن من الجوبير، فانا عايزاها تكون ماسكة نفسها اكتر من كده. فجبت السبراي ده لونه ابيض نفس لون الكلفة، وهرش عليها كلها. طبعا انا خدت المقاس بتاع العلبة اللي انا هعمل بيها. انا هعمل بس بغطا العلبة اللي فوق، يعني انا العلبة مش هعمل بيها حاجة، هو هاخد بس منها الغطا. وزي ما قلت لكم هنسيب العلبة هنعمل بيها فكرة تانية في فيديو تاني ان شاء الله. بصوا الشريط هنا معايا نشف، شريط الكلفة نشف. ويعني انا حطيته على جنب كده ينشف، على بال ما ارش كمان الغطا بتاع العلبة. رشيت الغطا كده برضو من نفس اللون عشان يبقى في تناسق كده في الالوان. لون ابيض برضو ما كفاش بصراحة معايا اللون الابيض، فعملت الارضية بتاعتها كده كده. الارضية بتاعت الغطا مش هتبان قوي، فعملتها باللون السيلفر. والواجهة بقى بتاعتي عملتها ابيض زي ما انتوا شايفين نفس لون الكلفة، عشان يبقى فيه تناسق كده في الالوان. بعد ما سبت الكلفة بقى تنشف براحتها، هبتدي بقى ان انا الزقها على الغطا بالشمع حوالين داير كده. على فكرة احنا ممكن برضو نستبدل الغطا ده بأي حاجة تانية. يعني انت مثلا لو عندك غطا، حتى علبة سمنة، عارفين علب السمنة الصفيح بيبقى الغطا بتاعها بلاستيك كده، تقدري برضو تستخدميه في الفكرة دي. تقدري تستخدمي اي حاجة عندك. انا هنا اخترت العلبة دي الصفيحة عشان تبقى متينة بس معايا شوية، عشان لو حطيت حاجة في قلب الصينية تقيلة تبقى ماسكة نفسها كده والحاجة اللي جواها تبقى ثابتة ما تملش. بس لو هتحطي فيها حاجات خفيفة كده مثلا شمعة او ورد، حاجات بسيطة كده، تقدري تستخدمي زي ما قلت لك غطا علبة السمنة. اي حاجة موجودة عندك تقدري تنفذيها في الفكرة دي. كمان لو صينية قديمة عندك طواست مثلا او حاجة، برضو بنديها سبراي بنفس الفكرة كده. بنغير لونها، وبعد كده برضو بننشف الكلفة، وبرضو بنلفها عليها، هتديكي برضو نفس النتيجة. شايفين جمالها؟ بجد منتهى الشياكة. غيري بقى، اعملي الوان ابيض، سيلفر، جولد، اسود، الالوان اللي انت عايزه تعمليها اعمليها. المهم ان الفكره وصلتك. بس انا اخترت اللون الابيض عشان تبقى شبه بتاعه ايكيا، وكمان الابيض بيليق على اي حاجه. بصوا هنا بقى خلاص انا خلصت. في زياده معايا هقصها بالمقص، وما تقلقيش مش هتبان خالص. هثبتها برضو بالشمع من فوق كده وتحت. بصوا شايفين شكلها؟ بجد تحفه جدا. ليها استخدامات كتيرة جدا. تقدري تستخدميها كحامل للشموع، او كصينية مثلا لتقديم الفطار. مش فطار فطار يعني، مش حاجة، مش هتستحمل حاجة تقيلة. كوباية قهوة مثلا جنبها كرواسون، حاجة في اللذيذ كده خفيفة، او كديكور مثلا على السفرة، على تيبل الليفينج. ظبطوا انتوا بقى المكان اللي انتوا عايزين تحطوها فيه. شيك جدا، تحفة بجد، وخامتها بسيطة جدا. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك، وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد. ولو ليكي اي سؤال سيبهولي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد عليكي. وخديلك كده جولة في القناة، متأكدة ان شاء الله انها تعجبك. واستنوني في وصفات جاية كتير. وهسيبكم بقى مع الفينش النهائي للصينية دي، تشوفي جمالها وشياكتها في رعاية الله.